من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام بفقرتنا الطبية الأسبوعية ضمن برنامج عطر الصباح. اليوم موضوعنا كتير مهم وهو بيتناول العضلة المستقيمة الفخذية، حيث تعتبر إصابات هذه العضلة من بين أكثر الإصابات الشائعة للعضلات. وللحديث حول هذا الموضوع معي بالاستديو الدكتور نيتشرفان عموكا، أخصائي للجراحة العظمية والمفاصل وتنظير الركبة. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيكي. يا أهلا وسهلا فيك. صباح المشاهدين جميعا. يسعد صباحك وشكرا لوجودك معنا للحديث حول إصابات العضلة المستقيمة الفخذية. بداية دكتور، ما هي العضلة المستقيمة الفخذية؟ أين تقع؟ بأي وظيفة تقوم هذه العضلة؟ وأين تكمن أهميتها؟ هي عضلة جزء من عضلة أكبر اسمها العضلة مربعة الرؤوس الفخذية. نعم. موقعها أمام الفخذ. هي وظيفتها ضمن الجهاز الباسط للركبة، يعني هي اللي بتفرد الركبة وبتفرد القدم بشكل عام. الثاني الفرد تصير الركبة مستقيمة. للفرد. الجهاز الباسط للركبة اسمه. دكتور، لماذا تعتبر الإصابات بهذه العضلة بالذات بين العضلات الأربعة اللي أشرت إلها، هي إحدى هذه العضلات الموجودة، هي تعتبر الأكثر شائعة بين هالعضلات الأربعة الموجودة ضمن مجموعة واحدة، وكذلك من العضلات فيما يتعلق بإصابات القدم والركبة؟ لماذا هي الأكثر شيوعا؟ هلا للأمانة هي معنى الأشياء هي إصابة العضلة المتسعة الوحشية من بينها دكتور. من بين هذول. هلا المتسعة الوحشية هي جاي صايرة على جنب الفخذ. نعم. هذا هو المكان اللي بنضرب فيه الإبرة للطفل. نعم. فالأشياء هي المتسعة الوحشية، أما بيد غير خبيرة ممكن تجي الإبرة بالمستقيمة الفخذية بتعمل عنا إصابة. نعم. من بين العضلات الأربعة تشير بأنه الوحشية هي الأكثر شيوعا. طبعا. ويقال طبيا بأنه الإصابات بهذه العضلة هي من بين الإصابات الشائعة لأنها تأتي في مقدمة الفخذ، يقال تماما هكذا. تماما. عند الطفل المكان اللي ضرب الإبرة هو الفخذ. أيوه. فالأشياء هو المتسع الوحشية بصراحة. نعم. دكتور، قبل أيام قمتم بإجراء عملية لطفل عمره 6 سنوات بعدما تم تشخيصه بتليف في العضلة المستقيمة الفخذية. لو تطلعنا والمتابعين أكثر حول تلك الحالة وكيف صارت العملية؟ الطفل اجى لعندي على العيادة. الشكاية الأساسية هو التنمر بالمدرسة. بصراحة عمره 6 سنين بعمر المدرسة. المشي كان دوران خارجي للقدم، في عدم عطف كامل للركبة، ما في ثني كامل للركبة. نعم. هي بنسميها نحن قدم فحجاء. نعم. فحجاء بالمشي. العملية كانت تحت التخدير العام. عملنا تطويل للعضلة المستقيمة الفخذية بشكل حرف زيت. والمتسعة الوحشية كمان عملنا لها تطويل بنفس العملية بشكل في واي. نعم. أثناء العملية تأكدنا أنه الثني كامل. نعم. وحطينا جبيرة بوضعية ثني. حالة الطفل ايش قد راح يحتاج وقت دكتور ليشفى ويكون القدم سليمة في مشيتها وتمشي بشكل سليم طبيعي؟ يعني أنا عم تابعه بشكل يومي. في تواصل بيني وبين الأهل كتبديل ضمادات وكالاهتمام بوضعية الجبيرة. بعد ما نشيل الجبيرة كمان في موضوع علاج فيزيائي مشان نعيد تأهيل الطفل للمشي. نعم. دكتور، شو الأعراض اللي كانت مصاحبة لحالة الطفل إلى جانب أنه رح يكون ظاهر للطبيب والمختص أنه الشخص ممكن يكون في عنده إصابة بهالعضلة، ولكن أكيد رح بيكون في أعراض مصاحبة لها الطفل. الأعراض اللي أشارت أنه يوجد تليف لدى هذا الطفل؟ العرض الأساسي هو اضطراب بالمشي. اضطراب المشي هو العرض. كتشخيصيا كمان هلا ممكن نلجأ لإيكو بروب سطحي، ولكن المعيار الأساسي هو الفحص السريري. نعم. دكتور، الأعراض هل تكون كدمات، ورمات، ألم أثناء الحركة؟ شو هن الأعراض اللي بتصاحب حالة التليف بالعضلة المستقيمة الفخذية بشكل عام؟ العرض الأساسي هو بسبب هو تقاصر بالعضلة، فبيكون في خلل بوظيفة العضلة. نعم. طبعا في ألم مرافق له.
الألم بيزيد بعطف الركبة. مع حركة الركبة. وقت تطوي الركبة بيزيد الألم. نعم. دكتور، ما المقصود بالتليف العصبي إذا بدنا نوضحها طبيا ونبسطها للمتابعين، وشو الفرق بينها وبين التمزق؟ هلا التمزق هو شيء مختلف تماما. التمزق وقت يصير فيه توتر زايد بالياف العضلة، زيادة عن مطاوعتها، زيادة عن طاقتها، ممكن نعم. تتمزق. مهم. تتمزق جزئية وتتمزق بشكل كامل. نعم. العضلات المعرضة للتمزق هي العضلات اللي بتعبر مفصلين، يعني بتكون طولها أكبر من طول عضلات تانية، مثل عضلات التوأمية الساقية. مهم. هي بالعامية بطة الساق، هي نعم. تعبر مفصلين، فهي معرضة أكثر للتمزقات. أو عضلات المقبض، عضلات الفخذ الخلفية، مهم. هي بتعبر مفصلين، فهي قابليتها للتمزق أكثر نتيجة شد عضلي زيادة عن مطاوعة العضلة. نعم. دكتور، تحدثنا عن التليف وتحدثنا عن التمزق. هنا أريد أن أسأل، ما هي درجات أو أنواع الإصابات؟ كيف يمكن تصنيفها؟ وهل يتم تصنيفها وفقا للشدة أو لنوع الإصابة؟ هلا هي تتدرج بين الخفيف للمتوسط للشديد. نعم. وكل درجة في لها علاج مختلف. مم. أسباب الإصابات دكتور بشكل عام، ما هي الأسباب التي تؤدي لهذه الإصابات؟ الإصابات إذا بنحكي عن التمزق مثلا، الإصابات ممكن تكون إصابة رياضية. هي بتصير بأعمار أكبر، يعني بصير في تمزق أو شد عضلي. كإصابة هي شائعة لدى الرياضيين طبعا. ممكن يكون سبب أذية حادة. دكتور لو تقترب شوي من المايك، الشباب بيقولوا مشان الصوت يكون أوضح. تفضل. ممكن الأذيات تكون مثل ما حكينا رياضية. ممكن نحكي عن موضوع الأذيات الحادة للعضلة، بصير في تمزق. ممكن يكون السبب مزمن، مثل عقابيل شلل دماغي. هاي بتكون مزمنة، بصير في انكماش عضلي. دكتور، ممكن يكون في مثلا إصابة سابقة بالقدم أو الركبة تؤدي فيما بعد للإصابة أو حدوث مشكلة في العضلة الفخذية المستقيمة ممكن؟ هلا أي خلل بالمشي، اختلال بالمشي، لازم يكون في استقصاءات ولازم يكون في إشراف طبي. نعم. إذا شفنا اختلال مشي لازم نراجع طبيب مباشرة. دكتور، هل هناك إلى جانب الأسباب اللي ذكرتها، هل هناك عوامل خطر ممكن تكون أيضا إلى جانب الأسباب مؤدية لحدوث إصابات في العضلة الفخذية المستقيمة؟ بالنسبة للتليف العضلي، هلا ما في طفل طبيعة جسمه تختلف عن جسم تاني. السبب الأساسي هو الحقن المتكرر. سواء عند جميع الأطفال. عند جميع الأطفال ما في عامل تاني غير إنه إبر متكررة. ما في طفل يختلف عن طفل. لدى الكبار كمان دكتور، كمان الإبر العضلية اللي تنضرب بشكل متكرر ممكن أيضا تؤدي لهذا الأمر، أم هي شائعة فقط بشكل أكبر لدى الأطفال؟ لا، شائعة أكثر عند الأطفال لأنه حجم العضلة صغير. أما عند الكبار موضوع بيختلف. كيف يختلف دكتور؟ حجم العضلة يختلف الموضوع. مع ازدياد حجم العضلة يكون الأمر مساعد بشكل أكبر. طبعا. دكتور، نتحدث هنا عن طرق التشخيص والإجراءات التي تتبعونها. أشرت لي بعض الإجراءات فيما يتعلق بحالة الطفل وكيف تم علاجه وإجراء العملية له. بشكل عام، ما هي الإجراءات التي تتبعونها؟ بداية تبدأون من السؤال حول الأعراض أو ما يعانيه هذا الشخص أو هذا الطفل، الإجراءات التي تتبعونها لاحقا فيما يتعلق بالفحوصات، أو ممكن الإجراءات الطبية التي تتبعونها. ما هي طرق التشخيص؟ لازم يكون في تقييم كامل. التقييم الكامل يشمل تحاليل عامة، تحاليل التهابية، بالإضافة إلى ممكن ذكرنا إيكو بروب سطحي. وبنحكي عن الفحص السريري. الفحص السريري لازم يشمل فحص الظهر، فحص الحوض، فحص الركبة. الطفل بدنا نشوف مشيته بمكان واسع، تكون مكان واسع. نكشف القدم بشكل كامل. أي خلل بالمشي ببين معنا.
لازم يكون في عنا طبعا معرفة بالمشية الطبيعية ومركبات المشية حتى يتبين معنا أي خلل موجود. أها. هلا بالمراحل المبكرة ممكن العلاج بيكون موضوع بسيط وإعادة تأهيل بسيطة للطفل، مم. يعني تغنينا عن موضوع الجراحة. أها. فهو التشخيص في الحالة المبكر هو البسيطة الأساس. هو هون بيكون مثلا الموضوع له علاقة بالتليف أم يصل لدرجة التمزق أم هلا الانكماش؟ موضوع بصراحة موضوع التليف هو موضوع انه وصلنا لمراحل متقدمة، مراحل التليف هو متأخرة. آها. التليف موضوع تمام. متأخر. مم. المراحل البسيطة كيف يكون حالة العضلة دكتور؟ بالمراحل البسيطة حرارة وألم آها. فقط. مم. والمراحل المتوسطة التي تسبق مرحلة تأزم الحالة وصولها لمرحلة التليف أو التمزق أو الانكماش؟ الدرجة المتوسطة تكون في تكتل بالألياف العضلية. مهم. هي مجرد نعرض نعمل إجراءات علاج فيزيائي للطفل. هنا يحتاج لعلاج فيزيائي. علاج فيزيائي. متى تحتاجون للعلاج للتدخل الجراحي دكتور؟ التداخل الجراحي صار في عنا شيء مم. اسمه تليف، صار في تقاصر بالألياف العضلية. أها. فهون نضطر هي تقاصر بالألياف، مم. نضطر انه نعمل تطويل للعضلة. ولذلك يكون العمليات الجراحية لهذه العضلة الشائعة لدى الأطفال أكثر من الكبار. تماما. آها. دكتور، ما أهمية عدم إهمال وجود ألم في الركبة بشكل عام؟ وما هي التبعات أو المضاعفات التي يمكن أن تؤول إليه مسألة عدم الخضوع للعلاج أو مراجعة الطبيب سواء لدى الصغار أو لدى الكبار؟ الركبة هي من المفاصل، هي أهم، يعني من أهم مفصل أهم المفاصل بالجسم. يعني هي اللي بيمشي عليه الإنسان. تمام. وطبعا أي خلل بالتشخيص تبعه بمراحل مبكرة بيعطي عنا نتائج أفضل ومعالجات أسهل من المعالجات إذا كانت الحالة متأخرة. وبالتالي المضاعفات قد يصل إلى أي درجة فيما يتعلق بالمشي دكتور؟ وهل ممكن أن المضاعفات تصل لأعضاء أخرى بالجسم إذا تم إهمال هذا العضو؟ طبعا هلأ مثل حالة الطفل اللي حكينا فيه اللي عملنا له عملية، كانت الإصابة وين؟ بالفخذ. نعم. وين صارت بالقدم، صار في عنده قدم فحجاء، صار في عنده مشي الرجل عم تطلع لبرا. دكتور، هلا حالة الطفل كانت ناتجة عن إهمال أم عن حالة إنه فيزيولوجية هو ولد بهذا الشكل؟ لا أبدا، هذا في إهمال بالموضوع. كان في إهمال. في إهمال بالموضوع. ترك الموضوع لسنوات أدى إلى أنه الطفل يعاني بهذا الشكل، وبالتالي يتم الالتجاء للجراحة ليكون هو الأصعب ما في الموضوع هو مسألة أنه يخضع تنمر. للأسف. مؤسف جدا. هل يمكن تفادي التعرض لهذه الإصابات دكتور سواء للرياضيين أو لغير الرياضيين؟ لأنك أشرت أنه أكثر الإصابات تكون عند الرياضيين. التليف المستقيمة نتيجة حقن متكرر، ما مشان نكون واضحين، نوضح الأفكار. التليف العضلي بتصير نتيجة حقن متكرر. أي ولازم تكون بيد طبية. يعني أنا شايف يعني إن دكتور هنا تشير إنه غالبا يكون هناك أخطاء طبية. ما حكينا بأخطاء طبية، حكينا هلا هون بمجتمعنا الطفل صار عليه حرارة، بتدور مين بيعرف يضرب إبر، ما بتدور وين في طبيب، بتدور وين في حدا بيعرف يضرب إبر. مو بالضرورة انه يكون بصير بيضرب إبر بشكل خاطئ، دون إشراف طبي. لا هلا موضوع خطأ، ما حكينا بموضوع خطأ. اما حكينا بموضوع تكرار بالحقن، ما حكينا موضوع انه خطأ بالإبر. التكرار بالحقن دون إشراف طبي. يعني قصدك أن يكون في إسعافات أولية الأشخاص يتجهوا للإبر بشكل متكرر بدون إشراف طبي. تماما. من تبعاته أنه ممكن يصل لدرجة اللي وصلها الطفل
تماما. وهي شائعة لدى الكبار أيضا، يعني كثيرا ما نسمع الرجال والنساء الكبار في العمر يقولون اتجهنا عند الطبيب وقال أنه الحل هو حقنة في مفصل الركبة فيما يتعلق بماء الركبة، كما يعرف طبيا. هذا موضوع مختلف مختلف تماما. بصراحة. دكتور، ما النصائح التي يمكننا توجيهها في ختام هذا اللقاء؟ بصراحة يعني بتمنى من قلبي مم. موضوع الأطفال هن أمانة من رب العالمين عنا. تكون الإبر تحت إشراف طبي بيد خبيرة. مم. مع احترامي لزملائنا الصيادلة، يعني خاصة بالقرى يعني بتوجهوا للصيدلان يضربون إبرة مم. وبيكرروا الإبر. أنا بتمنى يكون توعية أكبر ويكون إشراف طبي. والإبر هنا دكتور يشير الإبر التي تضرب في العضلة، يعني في القدم عند الطفل الحقن بيكون بالفخذ بشكل أساسي. بشكل أساسي طبعا. بختام اللقاء دكتور، إذا حابب تضيف أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضل. حابب اتشكركم تشكر. وبعتذر كثير عن التأخير اللي لا صار دكتور. بصراحة. لا بالعكس دكتور، كتير شكر لك ولوجودك معنا، واستفدنا كتير من المعلومات القيمة يلي عطيتها لنا وللمتابعين والمستمعين. الدكتور نيتشرفان نعموكا، أخصائي الجراحة العظمية والمفاصل وتنظير الركبة، كل الشكر لك دكتور. أهلا وسهلا فيكي. وكل الشكر لكم متابعينا. بعد الفاصل بنتابع البرنامج.